السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم عبد الرحمن طلبه وسيله الجغرافيا. زي ما وعدتكم النهارده ان انا هدي لك موجز لاهم النقط بالنسبه لامتحان دراسات بكره باذن الله تعالى. ركز بقى معايا وكل واحد فيكم ورقه وقلم كده علشان النقط اللي احنا هنحددها. بالنسبه للزراعه، لو قال لك ما النتائج بتدل على معرفه الانسان الزراعه منذ 5000 سنه، طبعا ادى ذلك الى استقراره على ضفاف الانهار. خلي بالك، الزراعه التي تحتاج ايدي عامله كثيره، طبعا الزراعه الكثيفه اللي انا بزرع الارض اكثر من مره خلال عام واحد عشان اشبع احتياجات السكان. انما الزراعه الواسعه هتبقى الزراعه التجاريه العلميه اللي بتهدف الى الانتاج التجاري الضخم. بالنسبه للقصب والبنجر، طبعا القصب اول منتج للسكر، اما البنجر المصدر الثاني للسكر. القصب ده بيحتاج درجه حراره مرتفعه، اما البنجر بيحتاج درجه حراره معتدله. هنا اكبر دوله البرازيل، هنا اكبر دوله فرنسا ثم الولايات المتحده الامريكيه. البرازيل اكبر دوله للسكر واكبر دوله لقصب السكر. طبعا القطن ليه علاقه بالثروه الحيوانيه، لان انا طبعا بصنع من القطن الاعلاف بتاعه الحيوانات. من النقط المهمه عندي ان انا الولايات المتحده الامريكيه عندها زراعه بسيطه وعندها برضه زراعه تجاريه ومتقدمه. الزراعه البسيطه بتاعتها موجوده في ولايه الاسكا فوق، تمام، في امريكا الشماليه. اما الزراعه المتقدمه طبعا موجوده في الولايات المتحده الامريكيه اللي هي في الدوله ذات نفسها. من النقط برضه المهمه ان الانشطه الاقتصاديه بالنسبه للانسان قديما كانت غير حديثا. قديما طبعا تقتصر بس على اشباع حاجته، تمام، او احتياجاته. اما بقى حديثا مع زياده عدد السكان والتطور بتاع الانشطه ظهر بقى النشاط الصناعي الحديث. اكبر دوله في انتاج المطاط في العالم طبعا هتكون تايلاند اللي هي في اسيا، انما اكبر دوله لانتاج المطاط في قاره افريقيا هتكون طبعا نيجيريا. لو جه سالك وقال لك ليه المحصول ده بيزرع في المنطقه ديت والمحصول ده ما بيزرعش في المنطقه ديت، عندك اجابتين، يا اما تقول بسبب ملائمه الظروف المناخيه او لعدم ملائمه الظروف المناخيه. طبعا عندي الرعي نوعين، عندي الرعي البدائي والرعي التجاري. البدائي ده اللي هو في المناطق الصحراويه، اما الرعي التجاري اللي موجود في الحشائش سواء كانت سافانا او ستيبس. الرعي البدائي موجود في الثلاث انواع من الصحراء، صحراء حاره، صحراء معتدله، صحراء بارده، خلي بالك اللي هي التندرا اللي فيها حيوان الرنه. اما الصحراء اما الرعي التجاري ده موجود في مناطق حشائش السافانا والستيبس. خلي بالك سافانا طبعا مناطق حاره، الستيبس مناطق معتدله. وفي امريكا الشماليه بيسموا المراعي هناك بيسموهاش ستيبس، بيسموها براري. الناس اللي كانت بتشتغل في الرعي قليلين، باديه الشام وشبه الجزيره العربيه ووسط اسيا. الولايات المتحده الامريكيه من الدول اللي فيها رعي بدائي ورعي تجاري. خلي بالك الرعي البدائي بتاعها في ولايه الاسكا. خلي بالك، لو سالك وقال لك اهميه الابقار، طبعا دي بتخش في التجاره. اما بقى بالنسبه للحوم ما بتخشش في التجاره الدوليه، بتخش بنسبه قليله. ليه اللحوم بتخش بنسبه قليله؟ طبعا هتقول عشان الاستهلاك العالمي للناس، الناس بتستهلك اللحوم بكميه كبيره. طبعا اول دوله في تربيه الابقار الهند، انما اول دوله في انتاج اللحوم هتكون الصين عشان لحوم الخنازير، ثم الولايات المتحده الامريكيه. اول دوله عندك في الاغنام طبعا هتكون دوله الصين، انما اول دوله في انتاج الصوف هتكون استراليا. ليه؟ عشان اغنام المارينو. طبعا بالنسبه للدواجن هي المصدر البديل لمين؟ للحوم الحمراء. طبعا الدواجن لحوم بيضاء. اول دوله عندك هتكون الولايات المتحده الامريكيه ثم الصين. بالنسبه للاسماك او الثروه السمكيه، اي دوله عندها ثروه سمكيه اجابتك هتكون عباره عن ان الدوله دي عندها سواحل طويله زائد ان عندها المقومات بتاعه صيد الاسماك. ايه المقومات؟ اللي هي الطبيعيه والبشريه. الطبيعيه اللي هي ضحاله الميه والتقاء التيار البارد مع الدافي، وتوافر الموانئ الطبيعيه او توافر الموانئ الصناعيه، تمشي الاثنين. الخبره العلميه وتقدم وسائل صيد الاسماك. المزارع السمكيه. نص الانتاج في المياه المالحه يعني البحار والمحيطات، ثلث الانتاج في المزارع السمكيه، الباقي في المياه العذبه اللي هي الانهار والبحيرات العذبه. الدول المصدره للاسماك والدول المنتجه، الاثنين الصين، بس خلي بالك منتج اندونيسيا والولايات المتحده الامريكيه، مصدر النرويج وتايلاند. خلي بالنا احنا عندنا قشريات وعندنا رخويات وعندنا حيتان. قشريات زي الجمبري، رخويات زي الصبيط. الحيتان طبعا بنستفاد من الشحوم واللحوم، والحيتان الاقيها في المحيطات. بالنسبه بقى للنشاط التعديني اللي هو اهم النقط فيه، طبعا خلي بالك لازم تكون عارف يعني ايه تعدين. ثانيا في عمليات سابقه وعمليات لاحقه. سابقه اللي انا امد خطوط سكك الحديد، ان انا ابني مساكن العمال، ان انا ابحث، ان انا ادور. اما اللاحق بقى اللي هو النقل والتوزيع بقى، وابدا ان انا اصنع. خلي بالك معدن الحديد بيخش بنسبه كبيره قوي في التجاره الدوليه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الدول اللي عندها حديد مش بتستهلكه، امال بتعمل ايه؟ بتصدره. زي مين؟ زي موريتانيا
لما بتصدره لليابان وبريطانيا. بس اول دوله في انتاجه في العالم طبعا الصين ثم استراليا. خلي بالك اول دوله لانتاج البوكسايت طبعا هتكون استراليا، انما اول دوله انتاجا للالومنيوم هتكون مين؟ الولايات المتحده الامريكيه ثم كندا، استراليا واليابان. خلي بالك. طب ليه الدول دي بتنتج الومنيوم؟ طبعا علشان الدول دي عندها مقومات صناعه الالومنيوم اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن خبره فنيه وطاقه كهربائيه وسوق محليه وسوق خارجيه. التعريف يقول لك ما المقصود بمصادر الطاقه او الطاقه المحركه؟ التعريف بتاعي يقول هي الموارد الطبيعيه اللي بتستخدم في سواء استخدام بشري او في الصناعه. خلي بالك مصدر الطاقه اللي هو اواخر ال 18 واوائل ال 20 هيكون الفحم، انما مصدر الطاقه اللي بيبدا من اوائل القرن ال 20 طبعا هيكون البترول. مصدر الطاقه اللي هو الاكثر تلوثا طبعا الفحم، انما الاقل تلوث طبعا الغاز، انما اللي غير ملوث خالص الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح والمد والجزر. البترول اهميته غير اهميه الفحم، طبعا الفحم اهميته بيدخل في الصناعه وتوليد الكهرباء، اما بالنسبه بقى طبعا للبترول اهميته ان انا باخد منه مشتقاته، زائد ان هو مرتبط بالتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه والعلاقات الدوليه. خلي بالك انا عندي انواع من الكهرباء، كهرباء حراريه، عندي كهرومائيه، عندي نوويه. الحراريه اللي هي الفحم والبترول والغاز، اما الكهرومائيه اللي هي عن طريق المد والجزر والامواج والشلالات والسدود، اما النوويه اللي هي المحطات النوويه السلميه. لو جيت قلت لك ايه الشبه ما بين الغاز الطبيعي والطاقه النوويه؟ ان اوائل القارات هنا قاره اوروبا، اول قاره هنا اوروبا، اول قاره برضه هنا اوروبا. خلي بالك الصناعه موجوده في كل دول العالم بس بتختلف في 3 حاجات: مدى التركز والجوده والنوع اللي هي خفيفه ولا تقيله. الحته دي برضه مهمه. الاقاليم الصناعيه بتاعتنا يا جماعه ركز معايا، شمال الولايات المتحده الامريكيه ووسط وغرب اوروبا والمتباعد اللي هو بتاع روسيا واوكرانيا وشرق اسيا اللي هو في اليابان والصين وكوريا. في اليابان في هنشو، خلي بالك، واقاليم اللي هي الصناعيه الحديثه بقى اللي موجوده في كل حته، موجوده في كل مكان، زي مثلا جنوب شرق اسيا تايلاند وماليزيا واندونيسيا وسنغافوره. اما جنوب غرب بقى اسيا اللي هي مين؟ اللي هي دول الخليج العربي، عندك هنا صناعات بتروليه. نيجي بقى بالنسبه لنيجيريا. طبعا نيجيريا متقسمه الى 12 ولايه حسب القبائل اللي موجوده هناك. خلي بالك نيجيريا المرتفعات اللي فيها ممثله في الهضاب والتلال. الهضاب اللي هي هضبه جوس، تمام، اللي فيها معدن القصدير، اما التلال اللي بتبدا من الساحل الساحلي اللي موجود في الجنوب وتبدا ترتفع لغايه لما توصل الى الشمال الغربي. طبعا سكان نيجيريا بيتركزوا في الشمال، ما بيتركزوش في الجنوب للظروف المناخيه الصعبه والغابات الاستوائيه. اكتر منطقه فيها زراعه في نيجيريا طبعا الاقليم الغربي. نيجيريا اول دوله في المطاط في افريقيا، انما ثاني دوله في الرز بعد مصر طبعا، والاثنين بيزرعوا في الجنوب. نيجيريا من الدول اللي بتستغل الغابات وبتستغل المراعي وبتستغل السواحل. بقى بالنسبه للمدن في نيجيريا، انت عندك العاصمه السياسيه ابوجا، اما العاصمه الاقتصاديه لاجوس اللي هي موجوده على الساحل، اما المدينه المركز اللي هي التجاره والتعليم اللي هي واطلق عليها مدينه داخليه تبقى جوه طبعا مدينه ايبا دان. العلاقه بين مصر ونيجيريا علاقه تصدير واستيراد، بس خلي بالك مصر بتصدر اكتر ما تستورد من نيجيريا، ولذلك اقدر اقول ان الميزان التجاري اللي هو الصادرات اكتر بالنسبه لمصر يبقى لصالح مصر. اما بقى بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، خلي بالك الولايات المتحده الامريكيه عندها اجزاء بالنسبه للجبال. بالنسبه للشرق جبال الابلاش، بالنسبه للغرب عندك روكي، اما بالنسبه للساحل الغربي جبال كاسكيد فوق في الشمال الغربي، وجبال تحت اسمها سير نيفادا. في هضبه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه اسمها هضبه كولورادو اللي هي جنب جبال روكي اللي هي اعلى جبال عندك. بالنسبه لمناخ الولايات المتحده الامريكيه، بالنسبه للشرق عندك المناخ شبه مداري، الامطار هنا بتسقط طوال العام، عندك عواصف مداريه، وعندك النبات عندي اللي هو الغابات الصيني. اما عندي في المنتصف المناخ متنوع نظرا للاتساع، خلي بالك، عندي حشائش، اما في الجنوب تحت عندي غابات. اما بالنسبه بقى للغرب، الارتفاعات الشماليه الغربيه اللي هي جبال كاسكيد، في امطار وفي حشائش ونباتات جبليه. اما الجزء اللي هو الجنوب بالنسبه برضه للغرب او الجنوب الغربي، عندك صحراء اريزونا ديت ما فيهاش امطار ونباتات صحراويه. خلي بالك بالنسبه للمناطق الصناعيه في الولايات المتحده الامريكيه، انت عندك منطقه البحيرات العظمى، عندك منطقه اسمها برمنجهام في الجنوب، وعندك منطقه سان فرانسيسكو في الغرب. خلي بالك نيويورك وسان فرانسيسكو، نيويورك موجوده على المحيط الاطلنطي، ده ميناء يمه المحيط الاطلنطي، اما سان فرانسيسكو ميناء على المحيط الهادي. يعني انا لو عايز اروح لقاره اوروبا الاقرب ليا الميناء بتاع نيويورك، اما لو عايز اروح اسيا عن طريق امريكا الشماليه هروح عن طريق سان فرانسيسكو.